فيديو النهارده هنعمل مقارنة ما بين كنافة غالية ضد كنافة رخيصة. عندنا جنواز ضد الصعيدي. جنواز عامل كمبات كنافة كده، كنافة بالمانجا، كنافة بالشوكولاتة، كنافة باللوتس، سعر الكنافة عامل 50 جنيه. اما بقى الصعيدي فكب كنافة عنده نص السعر 25 جنيه. فتعالى نشوف هل في فرق في الكواليتي، فرق في الكمية، فرق في الطعم، ولا ايه الكلام؟ يلا بينا نفتح ونشوف الكمبات عاملة ازاي. نبدأ أول حاجة بالمانجا. افتح كده، بصوا شكل كب الكنافة بتاع جنواز. يا اختي بطة. حلو. لا في فرق واضح بصراحة، في فرق شاسع. ايه ده؟ نفتح كده الصعيدي، دي كده ب 50 ودي كده ب 25. بصوا ككمية فيعتبر كمية جنواز أكتر بس مش كتير الصراحة، بس كمية مانجا لا تفرق. بصراحة السعر يستحق في جنواز يعني، بس احنا هنتكلم دلوقتي على الطعم. نبدأ أول حاجة بجنواز. بسم الله. المانجا نوعها مش حلو، حادق قوي، بس الكنافة طرية. تعال نبص على الصعيدي بقى. الصعيدي هنا مش حاطط قطع مانجا كتير، تقريبا حاطط بس قطعتين حاجة كده يعني. بسم الله. طعم مانجا حلو بس مش طبيعي يعني، مانجا محطوط عليها حاجات كده وحاسس طعم كراميل مش عارف ازاي. تحسها كده مانجا عليها عصير جهينه، مانجا حاجه كده يعني مش صافيه. بصراحه طعمها احلى من الجنواز. الجنواز طبيعي اكتر بس المانجا حادقه فمضايقاني. فبالنسبه لي انا هكسب الصعيدي، بس الاثنين برضه يعتبروا مش اقوياء قوي. ندخل بقى على اللوتس. بص بقى الفرق بين الصعيدي والجنواز، برضه تحس ان الكميه يعتبر مش عارف، بس يعني الجنواز اكتر سنه، بس كميه صوص وكميه كريمه وكميه كنافه يعني. نبدا طبعا بالغالي، لازم نحترمه برضه. بسم الله. هو حاطط هنا قطع لوتس ليها قطع فاهم، اللي هي مكسره دي، وحاسس ان هم مستغلين نوع لوتس نضيف يعني، طعمه حلو. بص بقى على الصعيدي بقى، بص حاطط لك بقى حته شوكولاته كده اللي يعني لوتس حقيقي يعني، عرفتكش أنا كده. برضه حلو عاجبني، بس انا كميه اللوتس اقل شويه من الجنواز يعني، كميه رفيعه مش حاسس بيها. انا اللي حاسس بيه اكتر الكنافه والكريمه. الجنواز اللوتس بتاعه احلى بكتير واكتر وباين، بس طبعا ده فرق سعر يعني. بس احنا لو هنشيل حوار السعر على جنب، لكن مفيش سعر يعني موجود، فالاثنين يعتبروا قريبين من بعض. الفرق بس ان ده اللوتس بتاعه اقوى واوضح بكتير وطعمه باين، فهنا هكسب جنواز يفوز وش في اللوتس. ندخل بقى على اخر حاجه معانا وهي الشوكولاته. عند جنواز لقيت كنافه بالشوكولاته او نوتيلا، وعند الصعيدي كان عنده كنافه بالنوتيلا بس مش موجوده، فلقيت مكانها حاجه اسمها كنافه بنانا شوكليت. هل قصده مثلا موز بالشوكولاته ولا إيه؟ مش عارف، بس هنا برضه في شوكولاته يعني. كميه محترمه الصراحه عند جنواز. انتوا بحكموا على الكميه هنا المره دي، قولي بقى مين اكتر، الصعيدي ولا جنواز؟ كمية شوكولاتة كتير. بُص هو ده مسميه نوتيلا، بس ده مش نوتيلا خالص، دي كنافة بالشوكولاتة، بس حلوة. طعم الشوكولاتة كتير وواضح أوي، وحاطط كده مع الشوكولاتة كده بتاع كده sprinkle كده أو حاجة كده بالشوكولاتة كده زي كور صغيرة، بتضيف للطعم جامد. نخش بقى على الصعيدي بقى. هو فعلًا حاطط من فوق طبقة شوكولاتة، تحتيها طبقة كريمة الموز أو ممكن إيه، عصير الموز، وإيه ده حاطط موز كمان، قطعة الموز مع الكريمة، واو! جامدة دي اختراع. طيب بصوا من الاخر كده، الاثنين دول ما ينفعش يتقارنوا ببعض، ده ستايل ده ستايل، بس عايز اقول لكم فكره ان نحط موز مع الكنافه مع الشوكولاته فكره ممتازه قوي، طعمها حلو قوي وضايفه جدا للكنافه ومختلفه. انا بصراحه شايف في حاجه طعمها حلو مختلفه خفيفه وجديده يكسب اكتساح. ده بنانا موز، هو طبعا ما ينفعش كل ده، بس لوحده كده مميز ممكن اجيبه تاني. وبالنسبه للجنواز اكتر حاجه حبيتها الشوكولاته، طعمها حلو وواضح ولذيذ، بس اوحش حاجه في كله بقى المانجا بتاعت الجنواز مش حلوه خالص. طبعًا المقارنة دي مقارنة لا تصلح أصلًا، لإن دي حاجة غالية ودي حاجة رخيصة، بس أنا عامل المقارنة دي عشان أشوف هل فعلًا لو الحاجة فرق الضعف، يعني حاجة ب25 تانية ضعفها 50 جنيه، هل هيكون برضه الquality بتاعها بنفس فرق الضعف ده والّا لأ؟ أقول لك لأ، هتلاقي مثلًا الكمية أكتر سِنّة والquality أكتر سِنّة، ما وصلش للضعف فاهمين؟ يعني مثلًا ممكن نقول لو الصعيدي عامل الحاجة دي ب25 جنيه، ممكن نقول الجمباز بتاعها في 35 في 40 بس مش في 50 فاهمين؟ طبعًا ده من وجهة نظري يعني، ممكن أكون غلطان أصلًا، بس الخلاصة مش لازم تدفع كتير عشان تاخد حاجة نضيفة، ممكن تدفع قليل شوية بس تلاقي برضه حاجة كويسة بكمية لطيفة وquality يعني شغالة. بس كده، كان معكم محمد عصام. لو حبيتوا حلقة النهارده اوعى تنسى لايك، ونشوفك إن شاء الله في حلقة جاية في شهر رمضان المبارك، وسلام.